فيديو النهارده تكمله لمكتبه التمارين، وعندنا اشهر تمرين في تمرين الصدر، فلاي ماشين او تفتيح فراشه. الجهاز اللي اتمرنه ابطال واتقال عليه انه بيعرض عضله الصدر. هو جهاز فعال جدا، بس انا مش بحب اتمرنه، ودي فروق فرديه، لان بحس انه بيحمل على الكتف بزياده ومش ببقى مرتاح. في تمرين الفلاي ماشين عضله الصدر كلها بتشتغل بتركيز اكتر على الجزء الاوسط والسفلي والعضلات المساعده زي التراي والكتف الامامي. وميزه في الجهاز عن الدمبل انه بيحط مسار ثابت. ونبدا نشوف ازاي نتمرن. ظبط ارتفاع الكرسي بحيث ان ايدك تبقى في مستوى الشيست. ثبت رجلك في الارض كويس، وابدا افرد دراعك بس مش للاخر، خلي فيه تانية بسيطه. نصيحه في الجهاز ده، ما تقفلش للاخر لسببين. الخبطه دي بتخلي الحمل يقل على عضله الصدر، في نفس الوقت القفله للاخر بيشغل معاك الكتف الامامي بزياده. ونيجي نشوف ايه الغلطات اللي ممكن تحصل في التمرين. مستوى الكرسي مش مظبوط، تاني الكوع بزياده، عدم التحكم في الوزن، ان درجه الدراع بتبقى ورا بزياده وده بيحمل على كتفك. التمرين ده كويس جدا في عزل عضله الصدر والاحساس بالحركه، بس انصحك ما تعتمدش عليه لوحده، لازم تدخل معاه تمارين بريس لانها الافضل في التحميل على الشيست. وبس كده، لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.